أخبار يوم الأحد مهمة وقصيرة. التقى وزير الخارجية الأفغاني سفير اليابان في أفغانستان. مع تقديم تراحيب الحارة، شكر وزير الخارجية سفير اليابان على مساعدات قيمتها 106 ملايين دولار وتفاعل دبلوماسي إيجابي مع أفغانستان. طلب حاكم مقاطعة اللغمان قاري زين العابدين في لقاء مع وزير المياه والكهرباء مولوي عبد اللطيف منصور بدء مشروع القناة الملكية. حسب تصريحات وزارة الأشغال العامة، تتواصل أعمال إصلاح جسر على طريق ميناء غلام خان في مقاطعة خوست. تم بناء 48 منزلا بنتها منظمة IRC لضحايا الزلزال في منطقة برمل في بكتيكا وقدمت للاستخدام. اعتقلت الشرطة الشجاعة بالمنطقة 15 التابعة بشرطة كابول 3 لصوص سيارات مسلحين بتعاون من الجمهور وسلمتهم إلى القانون. أجرى المسؤولون الفنيون في دائرة نهر كونر الفرعية مسحا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لقناتين في منطقة خاص كونر بالمقاطعة المذكورة. قامت وزارة الإجابة للكوارث بتوزيع مساعدات غذائية على 400 أسرة متضررة وفقيرة في كابول، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإغاثية. تم مساعدة أكثر من 8000 أسرة في 14 مقاطعة. تستمر العمل على الطريق المرتبط بين قطعة 5 و6 في منطقة أحمد شاه بابا مينا في العاصمة كابول. تم تأسيس مصنع لإنتاج الملابس والزي في العاصمة كابول.